تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين؟ الو. نعم، من وين؟ من مصر. من مصر، يا هلا بك، يلا تفضل. دليلي قال تعالى إنهم في شك منه مريب على الكافرين من القرآن الكريم. اقول له انت تسمعني؟ ايه، انت ماكل فول؟ باكل كنتاكي. ماكل كنتاكي؟ مشكلة هاي، لازم تاكل فول عشان تبقى راجل. وقال تعالى قل إن كان من عند الله فكفرتم به. لك بابا، لك هذا متهم، قال ادوا للحرامي احلف، القاني الفرق، ادي حرامي. اوكي. حديث ابن مسعود عندما سمع أبي بن كعب وهو من أمرنا الرسول باتباعه في القرآن. مين؟ سمع رواية مين؟ سمع رواية غريبة. اتباع مين؟ أنت تستدل مين؟ نعم. أمرك الله اتباع مين يلا؟ أبي بن كعب. في القرآن. في قراءة القرآن. في قراءة القرآن اللي هو حديث الأربعة. حديث الأربعة صح، خذوا من أربعة. نعم. جيد. وفي حديث آخر أبي بن كعب سمع رواية غريبة فوكزه الرسول. جيد. هذا رد على رواية القراءات. بعدين قال لهم النبي أن كل قراءاتكم هي قراءات من قبل الله، صح؟ تمام. جيد، هذا أعرفه أني. فيعني أنت تقول أن ابن مسعود وآياته التي تعارض وتخالف مصحف عثمان هي آيات قرآنية، وعثمان ومصحفه هي آيات قرآنية، صح؟ صحيح، هم اثنين قراءات ويحكم الله بيننا في الاختلاف. جيد. طيب لماذا أنتم الآن جبرتموني أن أعمل بمصحف عثمان دون أن أحرك به شيء؟ لا، لم نجبرك، هذا يعني لعدم التفرق في الدين. جيد. وأنا أقيم الدين يعني ولا تفرقوا فيه. الآن أستطيع أمسك المصحف بيدي أمسح منه آيات أحط من ابن مسعود؟ لا، ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هاي شنو؟ الكتاب الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. لعنة الله عليه. لعدم التفرق في الدين. مو الآن قلت لي كل آيات من ابن مسعود من عند ربنا وهذا من عند ربنا. طيب آخذ من عند ربنا حتى. نعم، فنقرأها. طيب آخذ من ابن مسعود حتى ومن عثمان حتى، وهو كله من عند ربنا. يعني عثمان جمع الكتاب عشان لا نتفرق. تقول أنت نكتب كذا وكذا. أنا أقول أن أجمع المسلمين. أنا أقول يلعن أمي عثمان على دين عثمان. أنا عاوز أجمع من هنا ومن هنا، يعني ما فعله عثمان. لا. جاي السؤال، ما دليله؟ جيد. ما فعله عثمان أمر إلهي؟ نعم، وأنا أقيم الدين ولا تفرقوا فيه، هذا دليل. يعني إقامة عثمان للمصحف هي إقامة الدين. نعم. يعني نبيه قصر؟ لا، لم يقصر. لم يجمع؟ مو مأمور بالجمع. إذن قصر. يعني عثمان مأمور. دليل. عثمان مأمور. المسلمين جميعا. يعني نبيك أبو القرآن ما مأمور. تقول الرسول لماذا لم يجمعه والآية موجودة، صح؟ ابني حبيبي، أنت بديت تصير عندك تسريبات. مشكلة هاي والله العظيم، مشكلة. ألو تسمعني؟ أسمعك. جمع. ربنا قال للرسول ليس عليك هداهم. شلون ليس عليك هدى؟ قال له روح العب جيمنج. الآن طلع ما له أي مهم. هذا الرسول قال القرآن فقط والصحابة جمعوا القرآن بس. شلون مصيبة صعبة. يعني أنت تقول أن نبيك قصر في جمع القرآن؟ لا، لم يقصر، هو فقط مأمور بنقل الرسالة فقط. في نقل الرسالة. طيب ما هو الدليل أنه الآية هذه ما لا تشمله؟ ليس عليك إلا البلاغ. وقع جته وقع. انهض أنا ناهض. انهض يلا. أنت اللي وقعت. ما هو الدليل أن هذه الآية لا تشمل نبيك؟ ليس عليك إلا البلاغ. النت قطع ولا شنو؟ جيد. هو من بلاغه أن يجمع القرآن.
لا البلاغ غير الجمع. ماذا تقول يا رجل؟ تعرف ماذا تقول يا رجل؟ هذه من قوة الضربة تبدي تصير عندك يعني تشوف يعني اشياء صح فعلا. ماذا تقول يا رجل؟ فعلا هذه شوف هذه اللكمة قوية هذه.